للمرة الرابعة في تاريخه يصدر البنك المركزي الأمريكي نسخة جديدة من فئة $100. والمميز هذه المرة هو التقنية العالية التي تم استخدامها في هذه الفئة لمنع عمليات التزوير، بحيث يصعب تقليدها أو طباعتها. فئة $100 الجديدة نتاج 10 سنوات من الأبحاث والتصميم، فأبرز التغييرات تتمثل في إضافة خط أزرق ثلاثي الأبعاد يتحرك في داخله رقم 100 وعلامة الجرس مع حركة الورقة في الاتجاهات المختلفة. ومع الحركة أيضاً يتغير لون الجرس داخل المحبرة، ولون الرقم 100 من البرونزي إلى الأخضر، ثم يختفي الجرس. كما طالت التعديلات صورة بنجامين فرانكلين، حيث باتت بذلته أكثر بروزاً من السابق، وأضيفت صورة أخرى له على يمينه لا تبدو واضحة إلا إذا تعرضت للضوء المباشر. تعديل الأوراق النقدية ليس جديداً على السلطات الأمريكية، حتى فئة $20 تغيرت في السابق، ولحقتها فئات $5 وال10 وال50، لأن هذه الفئات وإن كانت أقل قيمة إلا أنها من أكثر الأوراق النقدية تزويراً نظراً لكثرتها في الأسواق وسهولة تداولها. أضف إلى ذلك أن التجار يهتمون دائماً بفحص $100 خوفاً من أن تكون مزورة، ويتغاضون عن الفئات الأصغر. $100 الجديدة سيتم إطلاقها في 8 أكتوبر المقبل، على أن يستمر تداول الورقة الحالية لفترة لم تحدد بعد.